دايمًا بيقول لك اتغيّر عليَّ فجأة، لا يا معلم هو ما اتغيّرش، هو كان كده من الأول، أنت اللي كنت مغمض. تلقائي كلنا مرّينا بالموقف ده، صحاب، حبايب، قرايب، ناس كنا بنحلف بيهم وفجأة اتغيّروا، بقينا نقول كان عامل حنيّن وفجأة قلب، كانت بتسأل عليَّ كل يوم واختفت، كان بيحبني وباعني. بس خلّيني أقول لك الحقيقة، الناس ما بتتغيّرش، الناس دايمًا بتظهر على حقيقتها لمّا ما بقاش عندها مصلحة تكمّل في التمثيل. خلّيني أفكّرك، هو ما اتغيّرش، هو طول الوقت كده، بس أنت كنت مشغول بمشاعرك، بتوقعاتك، بالأحلام اللي كنت بتبنيها عليه، أنت ما كنتش شايفه، أنت كنت شايف نسخة خيالية منه، نسخة أنت حبيتها مش هو. تلقائي دي أكتر حاجة توجع، مش لإنّهم خانونا، لأ، لإننا خُنّا نَفْسنا لمّا صدّقنا إن ممكن يكون المثالي اللي جوانا وكل علامات التحذير كُنّا بنسكّتها. فاسأل نَفْسك بصدق، هو فعلًا اتغيّر والّا كشف وشه الحقيقي؟ هل كنت بتشوفه زي ما هو والّا زي ما بتحب تشوفه؟ وهل كنت بتحبه والّا كنت بتحب شعورك وأنت معاه؟ والكلام ده مش عن شخص واحد، الكلام ده عن أي حد خذلك أو بِعد أو وجعك. بس بدل ما تقول اتغيّر عليَّ، قُل أنا دلوقتي شايف الحقيقة. وعلى فكرة ده مش ضعف يا صاحبي، ده وعي. وفي النهاية افتكر الناس مش بتتغيّر، الناس بتتكشف، وكل وجع بيعدّي بيخلّيك أقوى وواعي وأهدى. ولو الحلقة دي لمستك انزل دلوقتي في الكومنت واكتب لي مين أول حد شُفته على حقيقته، وما تنساش التغيير الحقيقي يبدأ من جواك مش من حواليك. سلام، أشوفكم في اللحظة الجاية.